ان انا اتعلم او اعلم ابني او اعلم اي حد بعلمه الحروف المتشابهه. حاجه كتابه وقراءه سليمه لاي كلمه هو بيسمعها وبيتملاها او بيقرا. في حاجه قراءه للقران الكريم بدون اي وجود لحن جلي. واللحن الجلي ده هو اني ابدل حرف مكان حرف او اخرج حرف من مخرج غير المخرج بتاعه. مش مسموح بيه. يعني ممكن ان انت تغلط في الاحكام، ما تبقاش بتطلع الاخفاء او الادغام، او ممكن ما تقلبش. كل ده ممكن، يعني بما ان انت لو انت مش دارس او مش عارف ممكن تعدي ده. لكن ان انت تقرا القران، الكلمات القرانيه نفسها لازم تقرا بالنص القراني الصحيح، لازم كل حرف يخرج من مخرجه الصحيح. بمناسبه الكلام ده عايزه اقول ان احنا في العاميه عودنا، وده الدارج عندنا، ان احنا مش لازم نطلع لساننا في الذال والثاء والكلام ده كله. مفيش نص كده مدرج للغه العاميه ان انت لازم تتكلم بالطريقه دي. في اللغه العربيه الفصحى ما ينفعش ابدا. بقى للسؤال بتاع